النظام الجزائري في سياسته الخارجية، البعض يعتقد أنها سياسة معقولة ومتوازنة، وأنا أستطيع أن أقول هنا الآن وبسرعة وأشير فقط لنقاط على السريع يعني أنها ليست كذلك، وأن فيها كثير من المكر وفيها كثير من لا توازن وفيها كثير من الانقلاب على مبادئ السياسة الخارجية التي بنيت عليها هذه البلاد خاصة منذ الاستقلال. فعلى سبيل المثال، وهنا سأشير لبضع نقاط على السريع كما قلت، نحن نعرف أن النظام الجزائري ومنذ 40 سنة في حرب دحس والغبراء مع النظام المغربي، وفي صراع لا يتوقف بل يتعمق ويتجدد كل حين حول قضية الصحراء الغربية. يزعم النظام الجزائري أنه من أجل تقرير المصير. لنقل ولنضع هذا جانبا ولنرى في نقاط أخرى هل هذا صحيح أم لا. ماذا عن كوسوفو؟ كوسوفو التي حارب أهلها في نهاية التسعينات من أجل الاستقلال عن صربيا، وكوسوفو لمن لا يعرفها هي بلد مسلم في 90% سكان مسلمين، وهؤلاء 90% في الحقيقة هم من أصل ألباني، أي أنهم أصلهم ألباني، لغتهم ألبانية، ودينهم الإسلام في 90% منهم. الذين يقفون ضدهم أو يمنعون استقلالهم وساندهم النظام الجزائري في ذلك هم الصرب هم سلاف ولغتهم صربية ودينهم هو المسيحية الأرثوذكسية. يقول النظام الجزائري أنه لا يدعم استقلال الكوسوفو، ولحد الآن لا يعترف النظام الجزائري باستقلال الكوسوفو. لماذا؟ عندما تطرح عليه السؤال يقول لك لأنه لا يؤمن بتقسيم الدول، فكوسوفو كانت جزء من صربيا التي كانت جزء من يوغوسلافيا، وإذا كانت يوغوسلافيا قد انقسمت إلى 6 دول ورحلت، فإن الكوسوفو يجب أن تبقى ضمن صربيا. لكن يا سيد، صربيا أرثوذكسية سلافية من عرق صربي، وهؤلاء بلغة صربية، وهؤلاء مسلمين ألبان ولغتهم ألبانية، لا لن نعترف بهم. طيب، لنذهب قليلا في نفس الوقت في نهاية التسعينات. لماذا اعترفتم بتيمور الشرقية؟ تيمور الشرقية هي جزيرة أو مجموعة جزر، وخاصة الجزيرة الكبرى منها جزء من دولة أندونيسيا المسلمة. في نهاية التسعينات كان هناك ضغط شديد على أندونيسيا، خاصة بعد سقوط دكتاتورها الذي كان عميلا للغرب، وكان هناك ضغطا شديدا لكي يتم فصل تيمور الشرقية، وبالفعل تم الفصل، وفصلت تيمور الشرقية برعاية أمريكية أسترالية أساسا، وعموما برعاية غربية وبضغط رهيب على أندونيسيا. لماذا دعمتم واعترفتم باستقلال تيمور الشرقية إذا كنتم تنتقلون إلى مبدأ عدم التدخل وعدم تقسيم الدول؟ لماذا إذا اعترفتم بتيمور الشرقية التي فصلت أو فصلوها عن أندونيسيا؟ عليكم أن تتبنوا إما هذا أو إما ذاك، إما أن تقولوا نحن مع وحدة الدول وبالتالي ما كان لكم أن تعترفوا بتيمور الشرقية، أو تقولوا نحن مع استقلال الشعوب ومن ثم تستطيعون أن تساندون. في هذه الحالة أن كان عليكم أن تعترفوا كما اعترفتم بتيمور الشرقية أن تعترفوا بكوسوفو. للأسف لديكم المكيالين والمعيارين والازدواجية في التعامل، وأنتم لا تمثلون الشعب الجزائري. وإذا أضفت نقاط أخرى وعلى السريع أيضا، فلماذا مثلا تقولون لا نتدخل في الشؤون الخارجية؟ لماذا أرسلتم طائرات جزائرية لنقل مرتزقة أفارقة من دول أفريقية، من جنود أفارقة، وسلاح غربي إلى الصومال في 2006 2007 2008، حتى أسقطت طائرة جزائرية وقتل 6 من ضباطها آنذاك؟ لماذا نتدخل في الصومال؟ لماذا نساعد الغرب على احتلال الصومال عن طريق اثيوبيا وكينيا؟ لماذا نفعل ذلك؟ خاصة أن اثيوبيا وكينيا بكل أسف تحكمهم طغمتين وفي الغالب بعنصرية مسيحية، وإن كنت لست من الذين يذهبون بعيدا في هذه، لأن في الغالب الصراع هو صراع بين الطغاة على اختلاف أديانهم وبين المستضعفين والمعذبين في الأرض على مختلف أديانهم وطوائفهم. لكنكم فعلتم ذلك في الصومال. أكثر من ذلك، قمتم مثلا على سبيل المثال بدعم السيسي.
قمتم بدعم بشار ولا زلتم تقومون بدعم بشار، والبعض يقول نحن ندعم بشار لأن اعتراضا على السعودية وتدخل السعودية. ماذا عن إيران التي تقاتل داخل سوريا بعشرات الآلاف وميليشيات، حوالي 100 أو أكثر مجموعة ميليشياوية تأتي من كل جمعوها ممن ينسبون إلى الشيعة حزب الله وغيره. لماذا تساندون التدخل إيراني حزب الله وإيران وروسيا، وقد ساندتم روسيا؟ وكان رئيس الدوما قبل شهر في الجزائر وقال الجزائر تدعم تواجدنا وهي على طول الخط معنا في سوريا. قال هذا الكلام وأنتم معهم بالفعل، وكل تصرفاتهم في حول سوريا يقول ذلك. لماذا تدعمون التدخل الروسي والإيراني والشيعي في سوريا إذا كنتم بالفعل لا تقبلون التدخل الخارجي؟ كان عليكم أن تختاروا إما